مملكة مراكش أرض الخرافات والاستغباء والتدجين السياسي، الحدود الحقة للمملكة الوهمية، وظهور محمد الخامس في القمر وتحول لعابه لوقود للطائرات، بالإضافة لعشرات الروايات الخيالية كلها خرافات مضحكة نسجتها الأسرة العلوية لترسيخ العبودية في أذهان الشعب المغربي، مما لا شك فيه بأن الجميع قد سمع بالقصة الشهيرة لرؤية محمد الخامس في القمر، والتي كانت أحد أشهر الخرافات التي استعملتها الأسرة العلوية للسيطرة على عقول الشعب المغربي بطريقة خبيثة، أين خرج الآلاف من المغاربة عام 1953 ليقولوا أنهم شاهدوا محمد الخامس في القمر. الحقيقة تقول أن موالين للأسرة العلوية هم من وزعوا صورا لمحمد الخامس على عامة الناس، وقالوا أنه سيظهر على القمر قريبا، وبما أن الجهل كان متفشيا فقد صدق المغاربة ذلك، وقالوا أنهم رأوا الملك العلوي في الجرم السماوي المنير. الأمر لم يتوقف هنا، فقد ظهرت رواية أخرى يقول أصحابها أن محمد الخامس ملك المغرب سابقا كان في رحلة بالطائرة، أخبره قائد الطائرة بأن خزان الكيروزان يكاد ينفد، مما أثار رعب الركاب، ليقوم محمد الخامس بالبسق داخل خزان الطائرة، وإذ به يمتلئ على آخره لتنجو الطائرة من السقوط. إن تصديق المغاربة لخرافات اليوم والذي يروج لها المخزن ما هي إلا سلسلة خيالية رواها العياشة للأجيال المتعاقبة في الجارة الغربية من أجل تنويمهم وطمس الحقيقة عن عقولهم. فمن رأى محمد الخامس في القمر يمكنه أن يرى محمد السادس وابنه أمراء للمؤمنين على سطح القمر. احنا معلقين بودا، طلعنا كلنا نسطح كنشوفوا صورة محمد الخامس في القمر. كنشوفوا بالطرف ديالو بالقب ديالو محمد الخامس في القمر. طلعنا للسطوحة في الليل كنشوفوا القمر، يصوروا لنا أن محمد الخامس جالس في الطاقوشي، ذاك الطاقوش الوطني، وانو زغريد وانو حيي وانو قيام مالك. والناس كانت كتحبو بزاف وكتبغيه بزاف درجة الجنون. حب الناس ليه هو اللي خلاهم بان ليهم في القمر. انتخبوه اليوم هو اول من ابان المفروض محمد الخامس في القمر. no 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 التاريخ الكاذب لمملكة مراكش، هوية مجهولة وأبطال وهميون وشخصيات مسروقة أو مستعارة من دول الجوار. في خرجة وصفت بالغريبة والمضحكة والمفتعلة، حاول بعض الصحفيين المحسوبين على مملكة بوسبير سرقة شخصيات ثورية جزائرية ونسبها لمملكة مراكش، وهذا بمناسبة عيد الاستقلال الجزائري المصادف للخامس من شهر جويلية. وبما أن الجارة الغربية لا تملك عيدا للاستقلال لأنها لم تستقل بعد، فقد لجأت وكعادتها لأرشيف التاريخ الجزائري الثري لتأخذ منه بعض الشخصيات والأحداث لتبييض تاريخها الأسود الحافل بالخيانات والعار والخنوع. وارتكزت السرقة هذا العام على البطل الجزائري ابن واحات فجيج الجزائرية الشيخ بوعمامة، أين تم وصفه من طرف مرتزقة محمد السادس بأنه بطل مغربي شارك في الثورة الجزائرية ضد المستعمر الفرنسي. فهل يعقل أن يحارب عبيده بيرليوطي فرنسا التي أنشأت وأسست مملكة بوسبير العلوية؟ الأمر لم يتوقف هنا، فثورة أولاد سيدي الشيخ التي قادها الشيخ بوعمامة أصبحت ثورة مغربية، وقبيلة أولاد سيدي الشيخ كذلك أصبحت مغربية. بعض المتابعين للشأن المغربي وصفوا تصرفات بعض السياسيين ورجال الإعلام المغاربة بالمجنونة وغير السوية، والسبب هو الهوس بسرقة تاريخ غيرهم واختلاق أوهام وأكاذيب لكتابتها كتاريخ بطولي لتنويم العياشة. كما أن أكبر مرض نفسي يعانون منه حسب ما يتم تداوله
هو مرض تلوين الخرائط باللون الأحمر ورسم حدود مملكة مراكش الذي يتغير يوميا وشهريا أيضا حسب الأحداث، أين وصل مؤخرا لحدود بلاد فارس، حيث تم تلوين مصر، ليبيا، تونس، الجزائر ومالي وبعض الدول إفريقيا باللون الأحمر، كدلالة على امتداد مملكة هوبيرليوطي واستحواذها على هذه الدول سابقا. الأمر ليس غريبا عن الجارة الغربية، فبعض إعلامييها قال سابقا بأن أمريكا كانت ملكا للمغرب لأن المغاربة هم من اكتشفوها، وهذا ما هو إلا غيض من فيض، خرجات تصنف في خانة الحماقات والمسرحيات الهزلية التي جعلت من العياشة عنوانا للكوميديا في العالم. ولنكون منطقيين، يكفي المغاربة أن يبحثوا عن تاريخهم الحقيقي ويتوقفوا عن هذه السرقات والخرجات البهلوانية، لأن الأمة التي لا تملك تاريخا حقيقيا ستؤول للزوال عاجلا أم آجل. ليست هناك دولة اسمها المغرب، هناك فاس، مكناس، مراكش، حتى الآن باللغات الأجنبية يقولوا مراكش، مروكو، ما عمرهم ما يقولوا المغرب. من الذي عمل المغرب؟ ليست هناك دولة اسمها المغرب، هناك فاس، مكناس، مراكش، حتى الآن باللغات الأجنبية يقولوا مراكش، مروكو، ما عمرهم ما يقولوا المغرب.